سنة 1957 في ولاية هادية اسمها ويسكنز، شرطي صغير دخل بيت راجل غريب الأطوار. كل الناس كانت بتتكلم عنه. أول ما فتح الباب وقف مكانه متجمد. ريحة غريبة مالية المكان والهدوء خانق. على الحيطان جماجم محطوطة زي الزينة، والكراسي مغلفة بحاجات تشبه الجلد، والأباجورة لونها غامق بطريقة مريبة. بعد لحظات من الفحص الكل فهم الحقيقة. كل حاجة في البيت من الكراسي للأكواب وحتى الستاير كانت معمولة من بقايا البشر. البيت ده كان ملك لشخص اسمه إدرين، راجل عايش لوحده وشكله عادي جدا، ما عندوش سوابق ولا مشاكل، والناس شايفاه مجرد غريب الأطوار. لكن ورا الملامح الهادية دي كان في عقل مظلم بيحول الجثث لقطع أساس وبيتعامل مع الموت كأنه لعبة. القصة دي ما كانتش مجرد جريمة، كانت بداية لأسطورة رعب غيرت هوليوود للأبد وألهمت شخصيات أفلام كتير.